السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفضت الفنانة المصرية شهيرة حضور نجلاء فتحي عزاء زوجها الراحل الفنان محمود ياسين الذي وفته المنية قبل أيام عن عمر ناهز 79 عاما، وجاء ذلك بعد مكالمة أجرتها الفنانة نجلاء فتحي بنجل الفنان الراحل محمود ياسين لتعزيته بوفاة والده الأربعاء الماضي. وكشف المصدر أن نجلاء فتحي أبلغت نجل الفنان الراحل برغبتها في زيارتهم بالمنزل لتعزيتهم، إلى أن الفنانة شهيرة نصحتها بعدم المجيء خوفا على صحتها، خاصة أنها تعاني في نقص من مناعتها مما جعلها أكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا. ويشار إلى أن الفنانة نجلاء فتحي تعاني منذ 6 سنوات من مرض الصدفة المستعصية، حيث أن تدهورت حالتها في الأيام الأخيرة، وذلك بعد رحيل زوجها الإعلامي حمدي قنديل. وفي الأخير شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.